انت عارفة ان تغذية الطفل لها دور كبير في تطوير دماغه وزيادة قدرته الذهنية. تعال اقولك على بعض الأطعمة اللي بتساعد في تعزيز ذكاء الطفل. أول حاجة هي الأسماك الدهنية زي السلمون والتونة والسردين، لأنها غنية بالأحماض الدهنية اللي هي أوميجا 3 اللي بتعتبر أساسية لتطوير الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز. المكسرات والبذور زي اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان، الأطعمة دي بتحتوي على أحماض دهنية صحية وفيتامين إي اللي بيعزز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة. كمان البيض بيحتوي على الكولين، وده عنصر غذائي أساسي بيساعد في تعزيز الذاكرة والتركيز. وكمان بياض البيض غني بالبروتين الضروري للنمو العقلي. الفواكه والخضروات الملونة زي التوت والفراولة والتفاح والجزر والسبانخ، الأطعمة دي غنية بمضادات الأكسدة اللي بتحارب التوتر التأكسدي وبتحسن صحة الدماغ. كمان الحبوب الكاملة زي الشوفان والأرز البني والخبز الكامل بتحتوي على الألياف اللي بتساعد في تحسين مستوى السكر في الدم، وده بيعزز الطاقة والقدرة على التركيز. كمان الزبادي والألبان بتحتوي على البروتين والكالسيوم وفيتامين دي الضروريين لنمو الدماغ ورفع مستوى النشاط العقلي. الأفوكادو غني بالدهون الصحية اللي بتساعد في تحسين تدفق الدم للمخ، وده بيزود التركيز والتعلم. الفول والعدس مصدر رائع للبروتين النباتي والحديد، وهو عنصر مهم للقدرة على التركيز والتفكير. وكمان المية بتحافظ على الترطيب الجيد، وده أمر أساسي لتحسين قدرة الدماغ على التركيز والتفكير بشكل أفضل. كل الأطعمة دي لو دخلتها في نظام غذائي متوازن، ده هيخلي دماغ طفلك تنمو بشكل كويس وبتحسن قدرته الذهنية بشكل عام. ربنا يحفظكم جميعا.